السلام عليكم ورحمة الله. يا أهلا بيكم. الموضوع اللي هنتكلم فيه النهارده ده أنا كنت مأجله بقى لفترة كبيرة جدًا كده، لأن الموضوع ده مالوش آخر وعميق جدًا جدًا، ولأن كل واحدة فيكم كبنات يعني أو كستات أو كأي حد من نوع الأنوثة يعني، بتسأل نفسها يعني اللبس اللي هانزل بيه إيه النهارده أو هالبس إيه أو أنزل إيه على إيه؟ لأن اللبس ده مش حتة قماش بتلبسيها، اللبس ده عبارة عن بطاقة تعريف بتعرفي بيها نفسِك قبل ما تنزلي الشارع، لأنها بتقول عنِك حكايات كتيرة جدًا جدًا. فقبل ما حضرتك تتكلمي أي كلمة هاسألِك هنا سؤال، حضرتك بتلبسي عباية والّا بنطلون والّا جيبة؟ ليه بقى؟ لأن كل حتة فيهم ليها قصة كبيرة جدًا جدًا. فلما نيجي نبص على الثقافة، ثقافة اللبس يعني دي كأنها سوق كبير جدًا جدًا، وكل لبس فيه بيبيع رسالة. فيالّا بينا نفتح ملف الستر والإناقة ونشوف بقى مين اللي عندها ضمير، ومين اللي ضميرها ميت، ومين اللي ضميرها لسه بيصحصح شوية. فجهزي نفسِك حضرتك بكوباية الشاي أو القهوة أو النسكافيه أو أي مشروب حضرتك بتحبيه، لأن الكلام ده هيبقى من القلب للقلب. فلو جينا نتكلم عن حكاية اللبس اللي هو قصة وحكاية لحتة قماش بتتكلم كلام واقعي يعني. فتعالي حضرتك نفصل كده إيه اللي بيحصل في الشارع عمومًا يعني. فلو جينا نتكلم بدايةً من البنطلون اللي هو منتشر انتشار واسع كتير جدًا ومُكتسح. البنطلون ده زمان كان بتاع شغل أو خواجات زمان يعني، لكن دلوقتي بقى موضة. بس خلّي بالِك حضرتك، لأن في بنطلون واسع فضفاض وده بيستر الجسم وبيدّي راحة، وفي بنطلون بقى ضيّق ومشدود اللي بيفصّل التفاصيل التفاصيل كأنه قلم رصاص بيرسم الجسم حتّة حتّة. القطعة نفسها ما بتحكمش، طريقة لبسها هي اللي بتحكم. تيجي بقى لحتّة القماش بتاعة العباية دي. العباية دي ليها تقلها وهيبتها، بتدّي انطباع إن اللي لابساها دي بنت أصول وملتزمة. بس للأسف ظهر نوع جديد اسمه العباية الضيّقة، أو اللي فيها شغل وفصوص واستراس زيادة عن اللزوم، ودي بتبوّظ مفهوم الستر. وما أدراك ما العبايات السودا اللي زي الزفت المنتشرة، اللي بتبقى ضيّقة على الجسم لدرجة إنها بقت زي الميني جيب في جذب الانتباه يعني. القصد هو اللي بيفرّق. تيجي بقى لحتة الجيبة. الجيبة في جيبة كلاسيك واسعة ومحترمة ودي بتدّي رقة واحتشام، وفي جيبة بقى قصيّرة ضيّقة هي اللي بتبيّن يعني الرجل من فوق الكوتشي دي عارفينها طبعًا اللي هي الضيّقة اللي بتبقى مبيّنة مفاتن البنت، ودي طبعًا بتنقل رسالة جرأة ومفاتن للبنات. الخلاصة بقى هنا يا بنتي الخلاصة هنا بقى، بُصّي يا بنت الناس، البنطلون الواسع الفضفاض ممكن يكون أحسن ألف مرّة من الجيبة الضيّقة القصيّرة اللي هي بتبيّن أكتر ما بتستر. ليه بقى؟ لأن العبرة هنا بقى بالحاجة اللي بتستر مش بالاسم اللي مكتوب عليها يعني. تيجي بقى لنقطة صراع الضمير اللي هو ما بين صح وغلط وعادي، أو حلال وحرام وعادي والكلام ده كله. نيجي بقى نتكلم هنا للقلب والعقل، مين اللي هي مؤدبة ومحترمة وبنت ناس، ومين اللي هي قليلة أدب وما إلى غير ذلك من الكلام ده كله. والحكم هنا بيبقى صعب جدا جدا لأن الكلام ده مش بتاعنا. بس في ضمير بيبقى صاحي وبيأنب نفسه، وفي ضمير بيبقى لسه، وفي ضمير بيبقى ميت. لو جينا نقسم هنا البنات او نقسمهم يعني اللي عارفين او الكلام ده كله، في واحده بنت بتبقى عارفه ان هو غلط اللي هي صاحبه الصراع، ودي متاثره بالموضه او صحباتها اللي هم بيضغطوا عليها والكلام ده كله. بتلبس حاجه عارفه انها مخالفه لتربيتها بس مش قادره تقاوم التيار. دي بيبقى جواها صراع داخلي وربنا يرجعها ويثبتها على الصح، لان دي بتبقى ما بين البنين. وفي واحده شايفه ان هو عادي جدا ومفيش فرق ما بين حلال وحرام والكلام ده كله. انا واخده الكلام حريه يعني. آه، قناعاتها لأن قناعاتها غير قناعاتِك، ودي بتبقى محتاجة تقعد مع نفسها كتير جدًا وتفكّر مرّة و2 و3 لأن اللي ماشية فيه ده غلط. وفي واحدة بقى ربنا يثبّتها شايفة إن هو صح. دي صاحبة القناعة الداخلية اللي هي لبسها نابع من إيمان وعقيدة راسخة من جواها مرتاحة نفسيًا، وما بتبُصّش بقى على كلام الناس. ودي يا بختها، اللي هي ماشية بالحجاب الشرعي والكلام ده كلّه. فبُصّي يا بنت الناس، في مثل بيقول لِك: "يا بخت من بات مظلوم ولا بات ظالم." البنت اللي بتبقى ضميرها مرتاح هي الكسبانة. أنتِ بتحاسبي على اللي في قلبِك وفي نيّتِك، ده اللي هو بتتحاسبي عليه. فمشكلة اللي هي المحتشمة أو الكلام في حاجة اسمها البنت المحجبة اللي هي بتلبس يعني ضيّق. طيب نيجي نتكلم بقى عن أهم نقطة في الكلام ده كله، اللي هي البنت اللي لابسة عاملة نفسها محجبة لكنها بتلبس لبس ضيّق بيبقى مفصّل جسمها. ده بيدّينا تشبيه شعبي قوي جدًا جدًا. بيقول لنا إيه بقى، بيقول لِك أنتِ هنا بتضيّعي مجهود الحجاب وبتضيّعي ثوابه في نفس الوقت. ليه بقى؟ لأن ده عامل زي اللي هو سايق عربية ودايس على فرامل وبنزين مع بعض. كأنه ما عملش حاجة. فالحجاب هنا مطلوب منه إن هو يستر جمالِك عن الناس، مش ينقله بصورة أوضح. الحشمة مش في تغطية الشعر وبس، الحشمة في ستر الجسد كله. وده آخر حاجة اللي هو المحتشمة اللي بتلبس ضيّق، اللي هي بتلبس حجاب لكن بتلبس بنطلون بيفصّل جسمها أو عباية بتفصّل جسمها. فحبيبتي يا بنت الناس أنتِ كده بتعملي مجهود الحجاب وبتضيّعي ثوابه في نفس الوقت. عامل زي السواق اللي هو سايق العربية ودايس على الفرامل والبنزين في نفس الوقت. هو سايق العربية لكن دايس على البنزين والفرامل في نفس الوقت. فهنا حضرتك الحجاب مطلوب منه إن هو بيستر جمالِك عن الناس، مش بينقله بصورة أوضح. الحشمة مش في تغطية الشعر وبس، الحشمة في ستر الجسد ككل، وده مش هيحصل غير بلبس واسع وفضفاض، مش لبس ضيق وحجاب مش عارف ايه. فلا لا لا سيبك من الكلام ده. ندخل بقى على ايه بقى، على اخر حاجه اللي هو اللي انا عايز اقول لك عليه بقى، ان الستر شياكه ورضا.
انا مش بقول لك حضرتك انك انت تلبسي خيمه ولا الكلام ده كله، لا، انا بقول لك ان الستر شياكه وراحه نفسيه. وفي الاساس، في الاساس النيه، النيه هي الاساس. حضرتك انا اسالك سؤال هنا، انت بتلبسي عشان مين؟ عشان تعجبي فلان وفلان، ولا عشان ترضي ربنا سبحانه وتعالى؟ فلازم تخلي نيتك انك انت ترضي ربنا سبحانه وتعالى، لان اللبس المحترم بيفرض احترام الناس. فصدقيني حضرتك لما تكوني لابسه لبس ساتر ومهندم، الناس بتتعامل معاكي باحترام، مش بيبصوا على تفاصيل جسمك والكلام ده كله. حضرتك لما هتدوري على الاناقه الحلال، هتلاقي في حاجات جميله وحلوه وبنت ناس محترمه. ولان في ماركات اصلا في ليها لبس واسع وشيك جدا جدا، دوري على الموضه اللي هي تريح قلبك وترضي ربك سبحانه وتعالى. ولان الحلال بين والحرام بين، فكل واحده فيكم عارفه ان اللبس الضيق بيفصل واللبس الواسع بيستر. فحضرتك هتختاري اللي يريح ضميرك ويرضي ربنا سبحانه وتعالى، وربنا يبارك لك في كل خطوه في حياتك. اخر حاجه خلاص خلصنا، اكتبي لي حضرتك في التعليقات ايه رايك في الموضوع، موضوع العباية الضيقه، وهل اللبس الواسع ده ممكن يكون شيك؟ واشوفكم ان شاء الله باذن الله الفيديو اللي جاي. وما تنسوناش من دعواتكم واي توضيح ممكن نتناقش معاه. السلام عليكم.